ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نحضر مع بعض احلى واسهل واشيك صينيه جلاش ممكن تعملوه بدون رص طبقات. انا ما رصيتش طبقه طبقه وحطيت فيها سمنه، وفي نفس الوقت السمنه داخله في كل رق من رقات الجلاش، في نفس الوقت مورق جدا وطري كده من جوه، واخر طبقتين كده من على الوش فوق كده كريسبي وطعمهم حلو جدا. كمان هقولك على الشربات، كميه الشربات المظبوطه اللي تعمليها لنص كيلو من الجلاش، وهقولك كمان على مدة التسوية وكل حاجة تخص الجلاش هقولك عليها وهتعمليه في أسرع وقت. مبدئيا كده أنا جبت كوباية ونص من السكر، عليها كوباية ونص من المية، وابتديت ان انا اقلبه كده كويس. هو مش هيدوب كله، لكن قلبته كويس بحيث ان اسرع عملية الذوبان بتاعة السكر. وفي نفس الوقت جبت فرشة بمية وحطيتها كده على الحروف بحيث ان انا انضف الجوانب عشان الشربات ما يسكرش منه. بعد كده حطيت شريحة ليمونة معاه ورفعته على النار. اول ما يبتدي يغلي هوطي عليه واسيبه 5 دقايق، وبعد كده خلاص كده هو استوى معاه. الصينية اللي تستخدميها للجلاش لازم تكون ألمونيا. ليه ألمونيا؟ الجلاش لازم يتقطع وهو جوه الصينية قبل ما يدخل الفرن، وبعد ما تطلعيه من الفرن برضو هتبقي عايزة تسلكيه كده بالسكينة. طيب انت لو مستخدمة تيفال او مستخدمة سيراميك انت كده هتبوظي الصينية بتاعتك. انا جبت الصينية وحطيتها كده على الجلاش زي ما شفتوا معايا في الفيديو، وابتديت ان انا اساوي كده الحروف بحيث ان الجلاش حجمه يكون قد الصينيه بتاعتي عشان ارصه على طول، ما اقعدش اتني واظبط والكلام ده، لا احنا عايزين نعمله في السريع. وباقي طبعا اللي انا طلعته ده، الحروف اللي انا طلعتها هقطعها قطع صغيره وهقول لكم اعمل بيها ايه دلوقتي. هجيب كده حوالي 3-4 رقات وهحطهم كده تحت في قعر الصينيه وافردهم كويس. ماشي، اللي انا قطعتهم بقى دول حبات الجلاش دي هفردها كلها في الصينيه عليها كده من فوق بس. وانا بفردها كده احاول ان انا يعني افككها من بعض واسويها كويس، ما تبقاش في حته فيها كتير وحته فيها قليل. طيب الجلاش ده هيبان بعد كده؟ لا خالص، كله هيكون متماسك في بعضه. اهم حاجه نحطه في النص، ولا نحطه تحت خالص اول رق ولا نحطه في اخر رق فوق مع الصينيه، لازم يتحط في النص كده. طيب تمام، احنا كده خلصنا اول نص صينيه كده من الجلاش. هنعمل ايه بقى عشان السمنه تكون واصله لكل رق من الجلاش؟ هنجيب كده السمنه بتاعتنا وهدلق نصها او نصها ومعلقه كده على الصينيه من تحت، وانتي برضو لو زودتي مش مشكله. بصي انا حسيت ان انا حطيت كتير قوي ففضيتها زي ما انت شايفه كده، سندت الجلاش بس بالسكينه من فوق ووزعت السمنه كويس بالحركه اللي انت شايفاها دي، بحرك الصينيه كلها. وبعد كده السمنه زياده طلعتها رجعتها تاني في الكنكه بتاعتي. طيب الجلاش ده نص كيلو جلاش هياخد قد ايه سمنه؟ هياخد نص كوبايه كبيره. انا دلوقتي لقيت ان الجوانب كده طالعه شويه فعايزه اسويها فتنيتها، ولما تنيتها قلت احط كده شويه سمنه كده من تحت بحيث ان هي ما تلزقش معايا. يعني هي مش هتلزق وكل حاجه بس زياده تاكيد. بصوا حطيت كده سمنه في ارضيه الصينيه وسمنه في نص الطبقات، وهقطع كده الصينيه بتاعتي الاول بسويها واخلي شكلها حلو. لو عندك صينيه مدوره عادي، لو عندك صينيه مربعه او مستطيله زي اللي انا مستخدماها دي برضو عادي. دلوقتي انا عايزه اعمل شكل حلو كده يبقى برجر الجلاش، عايزه يبقى الشكل حلو بحيث ان انا لما اقدمها للضيوف تبقى تخطف العين كده. بتروحي عند محل ادوات المنزليه تقولي له انا عايزه قطعه عجين وهيجيب لك كده كذا حجم، اختاري الحجم اللي يناسبك. انا الحجم ده كويس معايا. طيب القطعه دي بكام؟ القطعه دي ب10 جنيه وهتنفعك في حاجات كتير جدا. بابتدي ان انا احطها على الجلاش كده يعني اسند الجلاش كده بايدي زي ما انت شايفه عشان انا بحركها بصي يمين وشمال، فمش عايزه الجلاش كله يتحرك معايا، بسنده بايدي وابتدي ان انا اقطعه. هجيب بقى باقي كميه السمنه واحطها كده على الوش، وهجيب الفرشه ادهنها كده يعني احاول ان السمنه تبقى على كل رق الجلاش من فوق. السمنه اللي انا حطيتها على الوش دي بعد ما قطعت الجلاش هتدخل في كل راق من الجلاش كده. انا حطيت السمنه في تحت، يعني تحت في ارضيه الصينيه حطيت عليها الجلاش، وفي نص صينيه الجلاش كده حطيت سمنه تاني وحطيت على الوش. ولما قطعته كده السمنه بقى وانا حطيت سمنه كتير شويه، لما تيجي تخش الفرن هتلاقيها تغلغلت كده في جوه كل رقات الجلاش، وهتبقى الطبقات كلها مورقه معايا. دخلتها الفرن على درجة حرارة 220 حوالي ربع ساعة كده، وبعد كده فتحت عليها الشواية خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. صينية الجلاش لونها حلو جدا، بس هي الإضاءة دلوقتي مش عارفة مغمقاها ليه.
انا لما اطلعها من الاطباق هقربها كده من الكاميرا وهتشوفوا لونها كويس. انا عندي مهلبيه، انا عملتها معاكم اكتر من مره قبل كده فما رضيتش اطول عليكم الفيديو. حطيت كوبايه لبن او نص كوبايه لبن على نص كوبايه ميه، حطيت عليها معلقه ونص من النشا وقلبتهم، وحطيت معلقه سكر كبيره ورفعتهم على النار. قلبتها لحد ما ابتدت ان هي تغلي وتتقل معايا، طفيت عليها النار وسبتها تبرد لحد ما تقلت كده معايا. لو حسيتيها تقيلة بعد ما بردت حطي على، مش عارفة تقلبيها وتبقى كريمية معاكي، حطي عليها معلقة مية سخنة وقلبيها هتبقى حلوة جدا وهتلاقيها كريمية كده معاكي وقوامها مظبوط. بصي انا وريتك رقات الجلاش كده من جوه عاملة ازاي، بشيلها بكل سهولة. الجلاش مورق بطريقة ما تتخيليهاش، كأني حاطة رق كده ودهن عليه السمنة من فوق. كمان اول رقين كده من الجلاش من فوق كريسبي، وباقي الجلاش كده من تحت طري وطعمه حلو جدا. انا عايزاكم تجربوه. كمية الشربات اللي تحطيها على نص كيلو كنافة، كوباية ونص سكر، عليها كوباية ونص مية، عليها شريحة ليمونة. الليمون كده يعني التست بتاع الليمون في الجلاش بيبقى طعمه حلو. يعني ما بحبش احط فانيليا ولا احط سمنه بلدي ولا احط الكلام ده خالص على الشربات، لا بحب شريحه الليمون دي. لو عايزه تحطي مكسرات كان تحطيها من البدايه، بعد ما تحطي السمنه كده على نص الصينيه تحطي عليها المكسرات وبعد كده تكملي باقي الرقات. تمام. طب لو عايزه تعمليه بالمهلبيه هتجيبي كيس حلواني او بالمعلقه، لو ما عندكش كيس حلواني جيبي المهلبيه وتحطيها كده تحشيها من النص. بتتشال طبقات الجلاش بتتشال بكل سهوله، مورقه جدا. وتحطي بالمعلقه كده لو ما عندكش كيس حلواني او كيس تلاجة حتى، تحشي كده الجلاش بيه وبعد كده تغطي كده عليه وبالراحه عشان ايه ما يكسرش معاكي. وكده تبقي عملتي احلى واشيك صينيه جلاش ممكن تاكليها، وفي نفس الوقت شكلها شيك شبه البرجر كده. عارفه البرجر المحشي يكون لحمه او فراخ؟ لا احنا عملنا الجلاش كده على شكل برجر ومحشي مهلبيه. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله.